ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبما ان الجو سقع، فانا اول ما الجو بيسقع الصراحه بجري على المطبخ اعمل اي نوع محشي انا نفسي فيه. النهارده هنعمل مع بعض ورق العنب، والفيديو الجاي هنعمل مع بعض الملوخيه المجمده اللي مغلبه ناس كتير قوي، بتفشل مع ناس كتير. هعلمكم ازاي تعملوها، بصوا تبقوا اساتذه فيها فعلا. هنجيب حلة هنحط فيها شوية زيت. النهاردة هنعمل ورق عنب بطريقة كده ميكس ما بين الطريقة المصرية والطريقة الشامية، سواء بقى سورية أو لبنانية. هنعمل بقى المحشي النهاردة بطريقة مختلفة تماما عن كل مرة بنعمله بيها. هنجيب الزيت، هنحط عليه شوية بهارات محشي، وهنحط قيمة معلقة صغيرة من بهارات المحشي، وكمان هنحط شوية من بهارات محشي أنا مكسة كده كذا بهار، هبقى أقول لكم عليه بعدين. حطي انتي البهارات اللي عندك، تمام. وهحط نص معلقه كده صغيره من الفلفل الاسود، وهسيبهم كده في الزيت لحد ما اشم ريحه البهارات الجميله بتاعتنا. بعد كده جبت بقى صلصه البرطمانات المركزه، وهبتدي ان انا احط معلقه كبيره من الصلصه. صراحه بتدي لون فظيع جدا جدا للمحشي، وكمان بتدي له تيست حلو. هننزل بعد كده بكيس من الصلصه دي، حوالي تقريبا مثلا كيلو طماطم. طبعا انا مسبكاها كويس. انت عايزه تضربيها في الخلاط وتنزلي عليهم مش مشكله، هتسيبيها بقى لحد ما تفك خالص وتتسبك كده بالشكل ده. مش عايزه يكون فيها ميه كتير، عشان الصراحه المحشي لما بتكون الصلصه بتاعته فيها ميه ما بيبقاش حلو وبيبقى صايص كده. هنجيب بقى بصلتين كبار متقطعين صغير جدا في الكبه، انا عايزاهم يكونوا نيين. مش هعمله النهارده يعني يعتبر ما بين الني في ني وما بين المتسبك، اللي هو انا سبكت الطماطم وهحط عليه البصل ني في ني. وهنا بقى التركية التحفة اللي بتنقل المحشي في حتة تانية، وهي هريسة الفلفل الأحمر دي. أنا عاملاها في البيت يا جماعة. حاطة فيها فلفل ألوان أحمر وفلفل حامي، مكساهم كده مع بعض. وكمان هنحط حوالي نص معلقة صغيرة من الثوم. وهندخل بقى ايه بالصلصة، ننزلها كده على البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هحطها كلها الصراحة، يعني أنا بدأت اخدها كده بالمعلقة، ولكن انا هنزلها كلها على البصل. انا بحب المحشي يكون الخلطة بتاعته تكون حمراء جدا. عايزة اقول لكم لو جربتوا محشي الورق عنب بالطريقة بتاعتي دي، بجد هتدوقوا احلى محشي ورق عنب كلتوه في حياتكم. هننزل بعد كده بالخضرة بتاعتنا. في ناس بتحط شبت، كزبرة، بقدونس، وفي ناس بتحط شبت وكزبرة. الاتنين عادي شغالين، بس انا اوقات بحب احط شبت وكزبرة لان تست الكزبرة بيبقى عالي جدا الصراحة في المحشي. هبتدي بقى ان انا اقلب كل ده مع بعض كويس. شايفين الخلطة عاملة ازاي يا جماعة؟ الخلطة مش صيصة، خلطة الصلصة مع الخضرة متماسكة. ممكن كمان تاخدي حبة من الخضرة دي وكنتي تحطيهم بقى على الصلصة وهي على النار، بس حبة صغيرين، لان احنا لازم نحس بخضار المحشي واحنا بناكله، لازم نحس بالخضرة. بدأت بقى احط الملح بتاعي. انتي بتحطي الملح حسب الرغبة، في ناس بتحب الاكل دلع، وفي ناس بتحب الاكل حادق، وفي ناس بتحب الاكل مظبوط. هبتدي بقى احط رشة شطة كده عشان انا برضو عايزاه سبايسي سيكا، يعني سبايسي شوية. طيب التركية هنا بقى اللي بتخلي ورق العنب فوق الفظيع، وهو دبس الرمان. بس ارجوكوا حاولوا يعني تختاروا دبس رمان تكون نوعيته كويسة عشان يكون مزز. انا حطيت هنا حوالي معلقة كبيرة من دبس الرمان على الخلطة. دبس رمان النوع ده الصراحه يا جماعه ما تجيبوهوش، اسمه الموندو او حاجه الموندو. ما نجيبوش، سيء جدا، مسكر، تحسوه مسكر. وحطيت بقى الرز كده على الخلطه، وجيت هنا بقى الورق العنب بتاعنا جميل، انا حاليا مش موجود فريش تقريبا، فجبت اللي هو المجمد اللي في اكياس ده. افضل كتير من البرطمانات. البرطمان بجد بيبقى عامل زي ورق الكراس بالظبط، ورق الكراسات بيبقى ناشف جدا. جبت ميه مغليه فيها ملح وكمون، وهنزل بالورق عنب. في الوقت ده ما كانش عندي ليمون كتير، فما حطيتش شرايح ليمون، بس لو كان عندي ليمون الصراحة كنت هحط معاهم شرايح ليمون، بيديله مزازة وتست هايل. هديلهم كده غلوة لحد ما لونهم يتغير، وبعد كده هطلعهم اصفيهم كويس، عشان انا قلتلكم مش عايزة المحشي يبقى فيه سوائل غير الشوربة او المرقة اللي هسقي بيها. بصوا بقى التركية هنا،
انا نسيت اقول لكم ان انا النهارده هعمل حلة ورق عنب باللحمة، مش ورق عنب بس. جبت حلة حطيت فيها معلقة من السمنة. الحلة دي يا جماعة حديد ظاهر، فهي لونها كده، هي لونها اسود كلها، عشان بس ما حدش يعني ايه يستغرب شكل الحلة او يقول لي الحلة مثلا محروقة لحد ما بقى لونها اسود. لا، هي الحلة ده لونها. جبت انا لحمة عندي كباب حلة، قطعتها شرايح انا بنفسي بالشكل ده، هي كانت جايه لي مكعبات، انا قطعتها شرايح بالشكل ده يا جماعة. تمام. وابتديت ان انا احطها في الحله وهي سخنه جدا، شايفين طبعا الدخان اللي طالع، عشان انا مش عايزه اللحمه تفقد السوائل اللي جواها وتبقى عامله زي الكاوتش لما نيجي ناكلها. لا، انا عايزاها تحتفظ بالسوائل اللي جواها عشان تكون جوسي وتكون طريه كده وجميله. حقيقي انا عامله الوصفه دي من فتره، بس عايزه اقول لكم حاسه ان انا عايزه اقوم اعمل تاني منها. هنبتدي بقى ان احنا نشوح اللحمه، بصوا زي ما انتم شايفين كده، لحد ما يبقى لونها ذهبي من كل الجوانب، من ناحيتين من الاخر، يعني من الوش ده ومن الوش ده. مش عارفه ازاي نسيت اقول لكم في اول الفيديو ان احنا النهارده هنعمل حله ورق عنب باللحمه، مش ورق عنب بس. بس كده اللحمه اتشوحت معايا كويس جدا، رشيت عليها رشه من الفلفل الاسود وهركنها كده على جنب. تمام، هي كده خدت صدمة تحفة وتشويحة حلوة جدا. الصوص اللي في الاخر ده هسيبه، اللي تحت ده هسيبه. جبت هنا جزر وبطاطس. الجزر يا جماعة بيخلي المحشي روعة. بصوا بقى، هنا انا قبلها بيوم كنت حاشية الورق عنب بتاعي والفلفل عشان ما تعبش نفسي وارهقش نفسي واحس ان المحشي فعلا صعب عليا. حاولوا تقسموا المحشي على يومين. وجبت هنا بقى حلة المرقة او الشوربة كانت عندي، ممكن تسقيها بمية بتوابل عادي لان اوريدي في لحمة تحت، بس انا بحب التست يبقى عالي. فطلعت عندي شوربة، فكيتها كده في الحلة، رصيت اللحمة زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا ارص فوقيها المحشي زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وفوقيه الفلفل. الفلفل بيدي للمحشي ريحة فظيعة. هنجيب بقى المرقة بتاعتنا او الشوربة، هنحط عليها ليمونة. الليمون بيدي مزازة رهيبة، ولو عندك ليمون كتير هتقطعي الليمون ده شرايح، ما بين كل راق محشي وراق هتحطي شرايح الليمون. عندي هنا زيت زيتون، هحط حوالي معلقة كبيرة كده من زيت الزيتون، برضو بيدي تست رهيب، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. وهنسقي المحشي بالشوربة دي وهنخليه على نار عالية أول نص ساعة، وبعد كده نهدي النار خالص والمحشي بتاعنا هيبقى استوى وطعمه لذيذ. عايزه اقول لكم طريقه المحشي دي الصراحه جديده وما شفتهاش عند حد قبل كده. ممكن لو انتوا بتعملوها زي تكتبوا لي في الكومنتات تحت. وبالهنا والشفا على قلوبكم، يا ريت تجربوا الوصفه، ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك، لو انتوا اول مره تشوفوني تعملوا اشتراك في القناه، وكمان اكتبوا لي كومنتات تحت، واستنوا وصفه الملوخيه الفيديو اللي جاي. تمام كده، ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.